الزخارف اللي موجودة في الغرفة دي يا جماعة، هنا هنلاقي مثلا عندنا الزجاج المعشق بالألوان، ودي حاجات كانت بتتعمل من أيام قدمائنا المصريين لحد برضه العصر الحديث. زي ما قلت لكم احنا الزخارف دي كلها متطورة ورا بعضها من عصر أجدادنا. دي مشكاة معمولة من النحاس، وطبعا زي ما انتم شايفين كان في الدولة المصرية الحديثة في عهد الإسلاميين يعني كانوا بيستخدموا كتير الخشب، طبعا مع الأرابيسك المصري. وطبعا اللي قدامنا دي مشربية، اللي قدامنا دي يا سادة مشربية. المشربية بيكون بقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن خشب طالع بجزء صغير من البيت عشان خاطر يهوي البيت، وكمان كان بيبقى فيه حاجات كده خشب صغننة بتحط فيها القلل، كانت بتخلي القلل ساقعة جدا في الصيف وفي الشتاء. ده كان بقى فايدة المشربيات، اسمها مشربية عشان كانوا بيحطوا فيها القلل اللي بيشربوا فيها.